اخليك تسمع كلام والله اغرب ما يكون، لا في قياس ولا في منطق ولا في اي حاجة. انا مش هطول عليك، تعالى نسمع. هو المثل ده انا قلته كتير يعني، اللي هو دواء الحديد، الحديد بالذات يعني. نشكر الله ان دواء الحديد ده رخيص، يعني ممكن نجيب له علبة حديد كده اقرا ده ايه، اقراص حديد. طب نفتح العلبة اللي فيها ده حديد ولا مش حديد؟ دي اقراص شكلها زي الاسبرين، زي النوفالجين، لونها ابيض، وممكن نكسرها. لو حطيتها في بقي مش هشعر ان انا بمصمص حديد، ومش من النوع اللي بيصدي، بدليل ان احنا بناخدها بميه. ده حديد ولا مش حديد؟ ده رمز ولا حقيقه؟ عاملينه ليه؟ عاملينه علشان في ناس عندهم نقص في الحديد. طب نقص في الحديد دوت لازم ياخدوا حديد، هياخدوه ازاي؟ نجيب حديد نمصمصه ولا نقرجش ولا نعمل فيه ايه بالظبط؟ فشركه الادويه عملت لنا حديد في قرص نقدر نبلعه ما يضرناش، والجسم يتعامل معاه ويستخلص منه عنصر الحديد واسترد صحته. طيب لما يكون نفس القصة، أنا عندي نقص في الحياة، علي حكم الموت، والمسيح وحده فيه اللي كانت الحياة، وقال اللي ياكلني يحيا بيه. طب ناكله ازاي؟ فهو عمل زي شركة الأدوية، حط جسده جوه خبزة عشان نعرف ناكل، وحط دمه جوه كاس فيه خمر وماء عشان نعرف نشربه. وإلا طبعا احنا نسيب الاخوة الاطباء هم اللي يدلوا بدلوهم في موضوع برشام الحديد او اقراص الحديد، هي فيها سياق حديد والمثل اللي بيقوله ده. بس بالله عليك ده قياس؟ يعني ده قياس؟ ده تشبيه؟ المسيح حط جسده في العيش زي ما شركة الأدوية حطت الحديد في أقراص الحديد؟ يعني ده منطق في الكلام؟ ده فهم يعني؟ كمان أنا عاوز أعرف يعني إيه حط جسده في العيش؟ يعني خلي إن صناع الأدوية قدروا يستخلصوا مادة معينة، والحتة دي محتاجة بقى علماء الصيدلة يفهمونا يعني. خلي شركات الأدوية قدروا يستخلصوا المادة معينة من الحديد. معرفش انا ايه اللي يعني، انا حاسس ان العملية كده علميا محتاجة كلام علمي ماشي، لكن انا عاوز افهم يعني ايه المسيح حط جسده في العيش، دي اللي انا مش فاهمها بقى. يعني ايه حط الحياة جوه العيش او حط جسده في العيش؟ مثال لا منطق. الله منطق، المنطق بينتحر والله فعلا. ربنا يهديهم، ضلال حتى في طريقة التفكير وطريقة المنطق، حاجة غريبة جدا. ربنا يهدي الجميع يا رب.